قصة سيد علي ظلم الجهل وغدر الناس. اليوم جبتلكن قصة موجعة، قصة راجل من الغرب الجزائري اسمه سيد علي، عمره 54 سنة، فلاح بسيط أمي، ما بيعرف لا يكتب ولا يقرأ. كل حياته كان بيشتغل بالأرض وبيربي حيوانات بمزرعته، يعيش بكرامته مع مرته و4 أولاد صغار. بنهار من الأيام إجوا لعنده 3 رجال وقالوا له عندنا مشروع شغل، بدك توقع هالوراق وبتاخد دفعة مصاري. سيد علي من طيبته ومن كلة معرفته وقع بلا ما يسأل، وما كان بيعرف أنه عم يوقع أوراق فيها ضرايب وشركات مزورة باسمه. ما مرق وقت طويل وإجت الشرطة أخدته، طلع في عليه ديون كبيرة ومسكين ما كان فاهم شي، دخل على السجن وانحبس سنين. بس المأساة ما وقفت هون. بعد سنة وصلوا خبر إنه أمه توفت، وبعدها بسنة تانية ماتت مرته وتركت الولاد لحالهم. 4 أولاد صغار ما عندهم لا أم ولا بي، كانوا عم يعيشوا على الصدفة. كانوا جيران يعطوهم أكل، بس أوقات بياكلوا وأوقات لا. برد، جوع، دموع، والولد الكبير صار مسؤول عن إخوته وهو بعده ما بيعرف شو يعني الحياة. بعد سنين طلع سيد علي من السجن، بس مش هو نفسه، مكسور، تعبان، ندمان، موجوع. إجا لعندي وقال لي قوليها للناس يا ميرو، خلي حدا يسمع ويتعظ. الجهل بيقتلك، والورقة اللي بتوقعها ممكن تدمر حياتك. سيد علي دفع ثمن الطيبة والجهل وخسر كل شي، بس بعده واقف، بس كل يوم بيحاول يرمم يلي انكسر. شاركوا قصته، خلوا غيركن يعرف، ينتبه ويضوي عقله قبل ما يندم مثل سيد علي.